عسلامة صديقاتي، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. رجعت لكم فيديوهاتي كالعادة والعوايد، واليوم باش نعلمكم عن طريقة في إعداد الخبز المبسس. اعتبروها ضمن تحضيرات رمضان، خاطر خبز المبسس من عاداتنا في تونس. وباش نعطيكم طريقة سهلة وطريقة بسيطة كيفاش يجيكم الخبز المبسس طري وهشوش وبنين. وحتى معناتها في الطياب ما يشدش برشا وقت. هذه المكونات كيف ما شفتوا، المكونات ما خذيتش مقادير بالميزان، خذيت صفحة سميد رطب، صفحة فرينة، 4 مغارف زيت عادي ولا زيت زيتون، هنا استعملت زيت عادي، وصاشي خميرة، وشوية كركم باش يعملك اللون الأصفر هذيك، وملح وسكر، مغرفتين سكر. وعملت اللي تشوف فيه هذاك مش حليب، معناها هذيك طرف حليب مع شوية معناتها نقولوا نحنا البن رايب. حبيت نجربه معناتها، عطا معناتها عطا نتيجة هايلة. نحطوا النواشف اللي هو السميد الرطب والفارينة، نحطوهم مع بعضهم ونزيدوا عليهم ساشيت الخميرة، ونحطوا عليهم كيف كيف مغرفتين سكر وشوية ما دافي، بشكل الخميرة ذيك تتفاعل مع بعضها. هنا عملت كل حفرة في وسط السميد والفرينة، وعملت فيها الخميرة ومعها السكر. هذه وصفة سهلة نجموا تستعملوها في رمضان، معناتها تعملوا اللي يحب الخبز المبسس. وتو بحكم معناتها الكوش اغلبيتها، خاصة نحنا في شيرتنا نحنا ما يخدموش في العشيات. الخبز يبرد وما يقعدش بنفس النكهة متاع انك تشريه في الصباح. تولي الوصفة هذه معناتها تسهل عليك في العشية، يحب واحد بعد العصر هكا يعجن خبيزات في ساعة ما يتخمروا، تحطهم في بلايصة دافية يخمروا بالقدا، وتحضر الخبيزات يتاكلوا مع الشوربة ولا دشيشة، ويجوا خفيف ويجوا معناتها بنين، ووصفة في الدار نظيفة وعلى ايديك. هنا زدت شوية بسباس وشوية جلجلان، خاطر ما عنديش الكمون الاسود اللي هو حبة البركة ولا الحبة السوداء. صبيت كل شيء مع بعضه وبديت نلم فيهم بشويه ما دافي. هناك ما تشوفوا العجينه معناتها تلمت، بعد ما تلمت هبطتها على البلان دو ترافاي هذاك. وبديت نعجن فيها، اللي يحب يعجن في العجينه معناتها هذه اختياريه. تعجنها بالباهي اقل شيء 10 دقائق باش العجينه معناتها تعطي ترطاب، تبدا تمس العجينه هكا تحسها رطابت، ما بقتش كيف المره الاولى كما تشوف فيها لهنا تلصق في اليد والكل، من بعد تولي وحدها معناتها ما عادش تلصق في يديك. وحتى وقت اللي بعد شكلت بها الخبز من غير ما عملت تحتها لا فرينة لا زيت لا حتى شيء، شكلت منها فيها. انا مسحتك البليصة وبالرغم راهي نظيفة والكل. كيف ما تشوفوا نبدو نعجنوا. تعجنها مدة 10 دقائق حتى لك تحس ان العجينة معناتها طرت والكل. هنا كما تشوفوا بعد ما كملنا العجين تشوفوا الكولور الجون هذاك راهو اللون الاصفر هذاك نتاع الكركم، خاطر عملت لها مغرفه صغيره كركم. هنا بعد ما خمرت العجينه وطيحت نقولوا نحيت منها الهواء كل، باش نشكلها من اشكال باش تكون اختياريه. فرغت منها الهواء. باش نجيب معناتها صفحه نحط فيها شويه العجينه باش ما تصفقش العجينه اللي نستعملوا، خاطر الدنيا بارده اللي نستعملوا نخرجوا ونغطيها بكلاطه هذيك باش تبقى محافظه
على الغلاف متاعها والكل. باش نشكلوها كما تشوفوا طرق التشكيل مختلفة. هذه طريقة من الطرق، وتو بعد تشوفوهم معناتها بعد ما نحطهم الكل في البلاتو تو تشوفوهم كيفاش يبدو. من كل مرة إن شاء الله باش نعطيكم وصفة من وصفات وفكرة جديدة تستعملوها إن شاء الله في رمضان. نسميهم الفيديوهات هذوما تحضيرات رمضان. ربي يبلغنا ويبلغكم شهر الصيام إن شاء الله بالطاعة، وإن شاء الله باش نقولوا بالأعمال الصالحة إن شاء الله. يا ربي يجعلنا من صيام ومن قيام إن شاء الله. هنا راني سرعت لكم في التصويرة معناتها خاطر طويل المقطع هذا واللي تسرعت فيه شوية، هذا كله وباقي طويل. هنا شكلنا بقية الخبيزات في أشكال مختلفة، كل إنسان والطريقة اللي يحب يشكل بها. هنا عملتك الخبز متاع الوردة هذيك كعبيرات تدورهم بعضهم يشوف خبزة ما شاء الله معناتها. أهم خطوة من بعد إنك تخليهم تغطيهم في صينيتهم، تغطيهم بمنديلة نظيفة وتحطهم في بلاصة دافية حتى انك تضاعف الحجم نتاعهم. رد بالك تدخلوا في الفرن والحجم نتاعهم مازال ما تضاعفش، خاطر هكاك تجيك عجينة ما تجيكش كسرة، ما تجيكش خبز ولا خبز مبسس من بعد تقولوا ما نتعطنا وصفة طلع. اهم حاجه اني تتخمر المره الاولى بالباهي، ومن بعد كيف كيف كتعاود معناتها تختمر بعد ما تشكلها تخليها على راحتها في بلايصه دافيه باش ما تصفقش. نجم حتى تسخن الفور وتحطها في وسطو، المهم تغطيها وتخليها تاخذ راحتها حتى انك تعاودي تضاعف الحجم نتاعها. ومن بعد ما يضاعف الحجم نتاعها تعمل لها تدهنها بشويه عظام ولا حليب. ندهنتها بالعظام والعظام عطت نتيجه جت ما شاء الله تلمع الخبزه من فوق. وتدخلها من الفور من فوق من الوسط على درجة أقوى درجة في الفور، معناتها فور 250 درجة، معناتها 200 درجة أقوى درجة في الفور. حتى في الطياب ما تاخذش وقت خاطر هي دي جاهزة التخميرة نتاعها دوب ليش تحمر. هنا بريسك قريب نكمل بقية الأشكال. الأشكال اختيارية هي راهي بالحق. هنا الأشكال الحق ما نكذبش على روحي، الأشكال هذوما تعلمتهم كيف كيف من قناة اليوتيوب. صديقة في اليوتيوب عندها معناتها عملت الخبز هذا وخذيت الطريقة عليها هي ونجحت معايا ما شاء الله، ربي يبارك لها. هيك علاش قلت لكم المره اللي فاتت قنوات اليوتيوب عندها تتعلم منهم ويتعلموا منك. نتعلم انا وصفه نهبطها كيف كيف تبدا عندي وصفه نهبطها يشوفها غيري يتعلمها، هذيك الفايده منها. مانيش معناتها فايده اني العباد هكا باش توري في ديارها ولا باش تفتخر بما عندها. وديجا كيما تشوف القنوات راهي حتى المستويات نتاعهم تختلف، ثم شكون قناته كبيره معناتها وتلقى دارو هكا ما شاء الله، وثم شكون تلقى حاجات بسيطه. والفايده شنية العبره؟ شنية العبره؟ انك تتعلم كهو. بالنسبه لي انا القنوات اللي نشوف فيهم الكل الحق تعلمت منهم برشا حاجات، ونجرب اي حاجه نتعلمها نجرب. مع اني انا زيد معناتها عندي هكا شويه حب الطبخ والكل وحب الكوزينه، فساعدتني اني نحسن من روحي والكل. ومش عيب ان نتعلموا من الاخرين، ومش عيب انك نتعلم حاجه نقول راني متعلمتها من عند عبد اخر، ولا نقول لا راني جبتها انا. لا بالعكس، انا نفرح كي نتعلم حاجه من عند عبد اخر. هنا بديت باش نحضر العشاء، عملت حمصة جيري باش تشوفوها من بعد. ما كملتش معاكم الخطوات خاصة حسيت انه الفيديو باش يجي طويل برشا ولي ما يعبطليش، هذاك علاش اكتفيت بالقدر هذا. حبيت جيست نوريكم الخبز المبسس، وصفة رمضانية تستحقها في رمضان. نحبكم ديما تشجعوني تشجعوا قناتي باش ديما نقدم لكم كل جديد. هنا ما عنديش الكمون الاسود اللي هو حبة السوداء ولا حبة البركة، ما عنديش. عملت شوية جلجلان، وفي العجينة الداخل عملت جلجلان وبسباس. هي رايحة حلاوتها بالكمون الاسود خاطر هو يعطيه بالحق نكهة ما شاء الله.
شوفوا ها وين المشهد يعبر وحده، مانيش باش نعلق. شوفوا ما شاء الله في الجو. وتنجموا تعملوها بالفرينة. المرة هذه خلطت سميد وفرينة، والمرة الجاية ان شاء الله باش نعملها فرينة برك. نحب ديما نجرب الطرق الكل، وحتى بالسميد والفرينة جات سمحة. كلها مع كله. ها وين قصت لكم شوي باش تشوفوا النتيجة. هذه المحمصة نتاعي حضرت. ان شاء الله صديقاتي وديتكم ومشاهدكم، ان شاء الله قسمكم منه في الجنة الناس الكل. السهرية حبيت نعمل شوية عصير ليمون. عندي الليمونات هذوما من شجرة خالتي اللي وريتها لكم في الفيديو اللي قبل. عملت بهم ليموناضة جت بالحق ما شاء الله. الحاجة الطبيعية محلاها، والحاجة الفريشكة محلاها. قد ما تشري جازوز وقد ما تشري عصير وقد ما النكهة الطبيعية ما كيفهاش. هذا فيديوي اليوم وهذه فكرتي لليوم. ان شاء الله عجبتكم الفكرة، وان شاء الله قدمت لكم افادة. جربوا بركة وقولوا لي شنية معناتها، شنية جاتكم النتيجة ولا كيفاش جاتكم النتيجة. ان شاء الله يا ربي تكونوا ديما بخير، وان شاء الله ديما تتبعوني. ونتمنى من كل من يشاهد القناة متاعي لأول مرة يدخل يفعل الجرس ويشترك في القناة، هذا فضلا وليس أمرا بالطبيعة. تو نخليكم مع بقية الفيديو، وبالسلامة الناس الكل.